حد ممكن يضحك على منظر زي ده؟ الهدف الذي انقذ البشريه والكوكب والعالم. قال لك اصل احنا رابع العالم يا ابني، ما تضحك. العداله الالهيه، مفيش اسوأ من ده سيناريو، وانت تستحق والله. يلغي هدف صحيح للسنغال فيديهم ضربه جزاء في اخر دقيقه، فيخش يا ابراهيم دياز يروح حاططها لهم مانينكا، بعد كده يخشوا اكسترا تايم بيروحوا متلسوعين ومتكربكين واخدين على وشهم ومعيطين ومروحين. خسرت كل الناس وكرهتهم فيك، وكمان خسرت البطوله وبقيت 51 سنه من غير اي حاجه، ولا فوز الاقرع ولا فوز ابو شعر. خد بعضك ويلا في القعر يا عم. صدقونا والله، مانينكا دي ولا مانينكا يا اخويا؟ تاريخ يا ماني والله. عظيم بينقذ جول تاني، الحمد لله اتسطرت. حد بيشجع المغرب غيري ولا ايه؟ الواد ساديو ده قلبه ميت. انتهت خلاص، وفوز السنغال للاسف على المغرب الشقيق. البطوله خلصت، فواجب علينا الاعتذار. بنعتذر لاخواتنا المغاربه على تصريح حسام حسن وابراهيم حسن اللي غلط تماما، لان هم كده 51 سنه مش 50. وعلى نياتكم ترزقون والله. دكورة السنغال بيحققوا البطولة الثانية في تاريخهم رغم كل حاجة حصلت في الملعب شافها العالم كله. هدف صحيح ما ترجعش فيه حتى للفار قدام مرأى ومسمع الجميع، كان هيقتل المباراة اساسا في ال90 دقيقة. ده مش معناه ان ضربة جزاء المغرب ما كانتش صحيحة، لا صحيحة، بس لو كان هدف السنغال الصحيح ده اللي اتلغت حسب كان المباراة اتقتلت وماتت. لكن ابراهيم دياز غالبا اربلوه قال له انا هلاعبك طول الموسم اساسي بس بشرط ان انت تضيع ضربة الجزاء. ولولا ياسين بونو اللي شال 4 اهداف مؤكدة كان برضه المباراة انتهت في الوقت الاصلي للسنغال، اللي حرفيا سيطروا بالطول عرض على 90 دقيقة بل ال 120 دقيقة كمان. هدف تاريخي من بابي جاي في الزاوية 90 كانت صعبة جدا على بونو. في النهاية الموضوع فعلا هيطول على 50 سنة لأنها فعلا كانت الفرصة الوحيدة للفوز بالبطولة. قدامك ده حزن وحسرة وبكاء لاعبي المغرب بعد خسارة كأس الأمم الأفريقية ضد السنغال، اللي في الملعب تقريبا كان بيبكي والملعب تم إخلاؤه في أقل من لحظة. وسبحان الله يا أخي، في الوقت اللي أنت بتقول إن المغرب خلاص هو بطل أفريقيا، يطلع بابي تياو اللي عمل لقطة هي لقطة المباراة من وجهة نظري، لما لعبته وخرج. بعدها تيجي لقطة أيكونيك تانية لساديو ماني، هو بيرجع اللعيبة ويقول لهم ارجعوا للملعب ونلعب كرجال. هشام مندي اللي قال للجمهور ده بالرشوة صد ضربة جزاء من ابراهيم دياز. الناحيه الثانيه رغم تالق بونو لكنه عيط هو ويوسف نصيري وباقي اللعيبه بعد الماتش. على 50 عام كمان عام السنغال بطل افريقيا 2025 على حساب منتخب المغرب في ارضه ووسط جمهوره. السنغال حسمها رسميا، انتهت المباراه 1-0 والسنغال بطل افريقيا. افريقيا دي للابطال، والمغاربه مش قد كده، انتوا مش قد كده في الحته دي. مبروك طبعا لمنتخب السنغال، منتخب السنغال اللي كان بيلاعب منتخب المغرب مع التحكيم مع الاجواء مع كل الظروف، كل الظروف كانت ضد السنغال، ولكن ربنا اسمه العدل، ربنا ما بيرضاش بالظلم، لكل مجتهد نصيب. الناس دي اجتهدت وربنا كرمها. سيناريو غريب، سيناريو عظيم، مش بالنسبه لي سيناريو احسن من ده ينكد على المغرب، يعني بصراحه ما فيش سيناريو اعظم من ده. بعد هدف صحيح 100% للسنغال بيتلغي وتيجي ضربه جزاء في اخر ثانيه، ضربه جزاء من نظر الحكم فقط لانها ظلم، يعني ظلم واضح اقسم بالله. بيحسب ضربه جزاء في اخر ثانيه عشان الحارس يتالق ويصدها، عشان ساديو ماني يقوم بدور القائد وينده لعيبته بعد ما كانوا سحبوا وقال لهم انزلوا وهنكمل رجاله، وبيصدوا ضربه الجزاء وبينزلوا في الاشواط الاضافيه ويسجلوا الهدف الوحيد اللي كان كافي ان هم يفوزوا افريقيا رسميا على حساب منتخب المغرب. تخيل يا مغربي يا بائس، البطوله اتعملت على ارضك ووسط جمهورك والتحكيم معاك وكل الظروف معاك، وفي الاخر برضه بتخسرها، وبدل ما كانوا 50 سنه بقت 51 سنه. عايز افكرك ان اخر بطوله انتوا اخدتوها اللي انا شفتها ولا انت كمان اللي بتشوف الفيديو شفتها، بس سمعت انها كانت متصوره بالابيض واسود، وبقى انزلها كده وحاولوا تنقلوها الاي اي دلوقتي ما خلاش حاجه، خلوها الوان بقى واقعدوا اتفرجوا عليها عشان شكلكم مش هتشموا دي ابدا. هارد لك لمنتخب المغرب ولشعب المغرب المحترم. اما عن جزئيه من بتوع المغرب اللي كانوا بيصفروا على منتخب مصر، فاحسن تستاهل، عشان تعرف ان اللي حق اللي بيجي على المصريين ما بيكسبش. شعب المغرب كاملة متبري من الجزئية اللي كانت بتصفر على علم مصر والنشيد الوطني لمنتخب مصر. انا مش عارفة بس الناس اللي بتقولك مسرحية اشتغلت والبلا بلا بلا، ما الكرة ضربة جزاء فعلا، والجول فعلا قبليه كان فاول، يعني مسرحية ايه وظلم ايه؟ واللي دخل الاهلي في الموضوع في ايه؟ في ايه؟ ده كان ماتش بين مصر المغرب والسنغال. ايه فين الاهلي؟ احنا فساد، احنا فساد، بنعمل الفساد على حق. المغرب ما عرفوش يعملوا الفساد كويس، احنا فسادنا بنعمله على حق، بنعمله مطبوخ كويس. صباح الفل. هارد لك لجماهير المغرب المحترمه الكويسه، بعيدا عن اللي مش محترمين اللي صفروا على علم مصر، ولكن هارد لك لشعب المغرب الشقيق اللي انا بحبه جدا جدا جدا. طيب قدامك في الصورة ده هو المعنى الحقيقي للمحترف المنقذ لبلاده، المعنى الحقيقي للبطل اللي ترمي عليه كل حملك عشان يحقق لك احلامك. هنا اكيد بتكلم على ساديو ماني، لحد دلوقتي في عمره اللي بيعدي ال 30 سنة كسب السنغال تاني افريقيا في مسيرته. ساديو ماني هو فعلا المحترف خلى الشعب السنغالي كله عمره ما هينساه، انه في الاغلب عمره ما هيعيش تاني اللي عاشوا معاه.
هم دول المحترفين اللي بجد تقدر تعتمد عليهم في المناسبات الكبرى. للاسف ده اللي مش بنشوفه في بلادنا العربيه، زي ما شفنا مثلا النهارده ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد وقبلها محمد صلاح لاعب ليفربول. المحترف بيزيد مش بينقص. الاسطوره الحقيقيه هي اللي بجد بتخدم بلادها تشيلها على كتافها للمجد. ساديو ماني اسطوره افريقيه حقيقيه، اظنش ان الشعب السنغالي ممكن ينساها. ألف مبروك لمنتخب السنغال ومنتخب ساديو ماني الفوز بجدارة واستحقاق على منتخب المغرب. وهارد لك للمنتخب المغربي بصراحة، منتخب السنغال كان يستاهل، عمل مجهود جبار في البطولة. وبعدين كده اللي بيفوز على مصر دايما بياخد البطولة، وطالما السنغال فاز في النهائي المبكر على منتخب مصر خلاص هياخدها. انا كنت متوقع جدا ان السنغال يفوز. واحد دلوقتي هيطلع يقول لي يا عم احمد طب منتخب المغرب منتخب عربي شقيق. حضرتك مدرب منتخب المغرب طلع قبل كده قال لك ان منتخب المغرب ما بيمثلش العرب، منتخب المغرب بيمثل المغرب فقط. هو بنفسه كان بيتجرد من العرب ويقول لك منتخب المغرب بيمثل المغرب بس. وبعدين منتخب السنغال ودولة السنغال دولة مسلمة لازم تفرح لها، دولة مسلمة زينا. ساديو ماني اللي انت شايفه دوت يستحقها لانه هو محترم. لما طلع يتكلم على مصر في المؤتمر الصحفي قال لك انا منتخبي المفضل في قاره افريقيا هي مصر. منتخب مصر منتخب قوي ولعب قدامنا بشكل قوي، وعيل سالك كده محترم والواحد فرحان له ان هو خد البطوله. هارد لك منتخب المغرب، احنا كنا نتمنى ان منتخب السنغال ياخدها لانه هو فريق مجتهد. برافو عليك يا ساديو ماني وبرافو على منتخب السنغال. ربنا يحفظ شعوبنا المسلمه كلها، لان الحاجه اللي بتربطنا ببعضنا لحد دلوقتي هو الاسلام. سيبك من موضوع العروبه والكلام ده، الاسلام هو اللي بيربطنا ببعض. العربي ده هو اللغه بتاعت القران الكريم. سلام عليكم. منتخب السنغال يفوز بكأس أفريقيا، ولكن الفكرة مش في الفوز، الفكرة في طريقة الفوز. قابلتش بصراحة في حياتي يعني شخص سنغالي، بس أنا متأكد إن هو بيعيش أسعد لحظات حياته دلوقتي. فكرة إن الكرة تضحك لك بعد ما كان في لحظة من اللحظات أنت بره البطولة بسيناريو ولا أغرب في الدنيا، عشان لعيبتك ومدربك. وطبعا هندي كريدت لساديو ماني، بس لعيبتك ومدربك وحارس المرمى كلهم ينسحبوا وخلاص هتخسر البطولة. ضربة جزاء الصراحة هي مش حقيقية، وأي مغربي هيبقى شايفها مش حقيقية، وأنا عارف أنا بقول لك. عشان يخش إبراهيم دياز يشوط أغرب ضربة جزاء أنا شفتها في حياتي، يعني زين الدين دياز حرفيا. الراجل بتشوط بانينكا في الدقيقه 95 في نهائي افريقيا، الراجل اللي كان عامل افضل بطوله في حياته الكرويه، والناس قعدت تقول ده هيرجع ريال مدريد نجم. من اول ماتش في دور المجموعات لحد النهائي هو نجم المنتخب وواخد السوكسي وواخد اللقطه كلها. عشان سبحان الله في لحظه في كلمه في شوطه في كوره كل ده يتحول للاعب هو ممكن يعتزل دولي عادي. تفضل كره القدم كل مره تفاجئنا بسيناريو. اوه سينيغالي سينيغالي غالي سينيغالي. واحدة تاني والنبي. اوه سينيغالي لا 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 لا. اخر واحدة اخر واحدة. اوه سينيغالي. الف مليون مبروك لشعبنا السنغالي التاريخي، وديما سنغال. برضه لك للشعب المغربي بسرعة كده سريعا ونرجع تاني نحتفل بالسنغالي. اوه سنغالي. رسميا السنغال بطلة افريقيا 2026 في المغرب، من قلب المغرب، من المغرب. بقى يعلمك يا اخويا يا مغربي، يعلمك ما تجيش على الشعب المصري، ما احنا كنا اخوات وحبايب، لازم بقى تشجع قدامنا. قلنا يا عم عادي، مش عايز تلاعبنا، بنلعب نيجيريا بتشجع نيجيريا، قلنا يا عم عادي. بنعمل النشيد الوطني، بتسفرنا على النشيد الوطني، لا كله الوطني، تعالى بظهرك. اخوات المصريين كلها هي اللي جابت البطوله للسنغال، الشعب المصري اللي بيجي عليه ما بيكسبش، وانتوا عارفين بحاجه زي كده. ايه بقى لو كانت مشيت بالحب واخويه وكنتوا شجعتونا واحنا شجعناكم، الموضوع كان ماشي سلمي. ليه الغدر؟ تحيه خاصه بقى خارج عن الموضوع ده كله لاخويا دياز، الواد ده جدع، الواد ده ضيع بلانتي بقصده عشان يراضي الشعب المصري، فعشان كلها تتراضى يعني. لا بقى يا جماعه نتكلم بجد بقى يا جماعه، بعيد من الهزار. هارد لك للشعب المغربي. اوه سينيغالي سينيغالي غالي. باي باي مغرب. انا بدات الماتش وانا بشجع المغرب، خلصت الماتش وانا بشجع السنغال من كتر الظلم اللي انا شفته في الماتش للمنتخب السنغالي ولعيبه السنغال، والفضيحه الكبرى. قسما بالله انا مش مصدق اللي انا شفته بعينيا. ده كان هيبقى عار على كل واحد مغربي وعلى كل لاعب مغربي والمنتخب المغربي كله لو كنتوا كسبتوا بالطريقه القذره دي. اي حد يشوفني قبل الماتش قسما بالله بشجع المغرب، بس لا لا لا، انت عايز تكسب نهائي افريقيا بالشكل الزباله ده؟ اقسم بالله ان مدرب السنغال ده راجل ابن راجل. قرار ان اللعيبه تنسحب قبل ما يشوطوا ضربه الجزاء قرار كان صح 100%. بهدلت التنظيم، بهدلت الخطه، بهدلت المؤامره اللي معموله على منتخب السنغال. وابراهيم دياز عارف ومتاكد 100% ان بعد ما يتسورج الحكم هيروح يشوف الفار وهيحسب ضربه جزاء، وفي الاخر هي دي النتيجه النهائيه، وده اللي يستحقه الصراحه ابراهيم دياز، ويطلع بره وعيط. وقسما بالله اللي حصل للمغرب ده يستحقوه 100%. انا ما اعرفش بصراحه المغاربه لو كانوا كسبوا بالطريقه دي كانوا هيبقوا مبسوطين وراضيين عن نفسهم ولا لا، بس انا لو مغربي قسما بالله اداري وشي كده في الشارع. ده عار، اقسم بالله عار لو كنت كسبت كده. الله وعملوها الرجاله وخدوا بطوله افريقيا الثانيه. وقفوا فعلا وقفه رجاله ضد الظلم اللي اتعرضوا ليه كله وحققوها برضه. يلا يا رجاله استنوا 50 سنه كمان بقى عشان تحققوا الثانيه ليكم بقى. الثانيه السنغال حققت الثانيه ليهم، انتوا بقى استنوا 50 سنه كمان بقى عشان تحققوا الثانيه.
بس ما تكرروش اللي انت عملتوه ده بقى تاني علشان ربنا يكرمكم وتحققوها بقى. المغرب حرفيا في المباراه قدام اسرائيل كانت ناقصه ترش العارضه هي كمان. يخلوا المسرحيه في العلالي في العلالي زي ما جه حطها لبونو في العلالي في العلالي، بس مع انها مش من قلب قوي يعني. بس مبروك للسنغال يعني البطوله الثانيه ليهم علشان بس ايه اللي اتعرضوا ليه ده في النهائي. عمري ما هجامل حد على حساب الريتش، انا عمري ما هعمل زي اغلبيه صناع المحتوى العرب اللي كان نفسهم من جواهم ان المغرب يخسر، ولما حسوا ان المغرب هيخسر زعلوا واتضايقوا عشان الريتش. انا مش بتاع ريتش، انا الحمد لله فضل ونعمه من ربي، ونعمه ربنا انزلها عليا. الناس بتحبني من غير ما تعرف انا بتكلم في ايه اصلا. مش هروح اعمل فيديوهات واتاثر واقول ان المغرب خسر والكلام ده وانا من جوايا كنت بشجع السنغال. مش انت كمغربي كان ليك حريه الاختيار وقلت لي انا اشجع المنتخب اللي على مزاجي وما شجعش منتخب مصر؟ انا كمان ليا حريه الاختيار ان اشجع المنتخب السنغالي وهو بيكسبك. اشهد ربه ويعلم انا خسرت كام شخص مغربي النهارده، اقسم بالله كنت بعزهم زي اخواتي بسبب ان مبادئي مش زي مبادئهم. انا الحمد لله من الاشخاص اللي من ساعه ما ظهروا على السوشيال ميديا ما غيرتش مبادئي وما جزأتهاش لاي سبب من الاسباب. حتى تطبيلي لمحمد صلاح الناس عارفاني من البدايه وعارفه اني بطبل لمحمد صلاح. النهارده فاز من يستحق، النهارده عداله السماء انصفت المنتخب السنغالي. مش هطلع زي بقيه صناع المحتوى اواسف جمهور المغرب علشان اخد متابعين واخد فولورز واخد ريتش. دافعين فلوس للحكم وعلى ارضكم ووسط جمهوركم وبرضه بتخسروا. ده عدل السماء ده ولا ايه؟ دي السنغال يا مكة. مبروك لمنتخب السنغال، مبروك للمنتخب اللي حرفيا من اول المدرب حتى اللعيبه اللي على الدكه حتى ال 11 لاعب في الملعب كلهم رجاله بلا استثناء اي حد. منتخب يستاهل البطوله دي، منتخب اول مره افرح له ولا كأن منتخب مصر هو اللي بيلعب. عايزين بس نعد 50 سنه كمان عشان نفكر ناخد البطوله. انا مش قصدي على مصر طبعا. القائد يا اسطى، القائد مش القائد اللي بيحزق عشان ياخد شرط القياده من لاعب معين في المنتخب عشان يبقى اسمه قائد. مش القائد اللي بيقعد يقول انا لاعب كذا وانتوا لعيبه كذا. مش ده القائد يا اسطى. اتفرج النهارده على ماني كده وهو قائد. بلاش من ساعه ماتش مصر الرجاله كلها طلعت في ماتش المغرب منسحبه مش عايزه تنزل تشارك. الوحيد اللي ما طلعش من الملعب وقال لهم يا جدعان هننزل ونلعب. قال لهم يا جدعان ارجعوا. لما لقى اللعيبه كلها دخلت اوضه اللبس جري بنفسه يجيبهم من اوضه اللبس. القائد هو اللي بيرجع يدافع، بيضغط من اول دقيقه، بيشارك في كل حته في الهجمه. القائد النهارده اللي خلى السنغال ليها بطولتين ومصر 7 لسه زي ما هي والمغرب 3 ركعات. بس القائد برضه يا معلم وقت الاحتفال اديك شفت ليه جريوا عليه. هو اللي يا باشا حسم لهم البطوله يعتبر. الراجل كان راجل بمعنى اصح. الراجل حسم البطوله وخلى الرجاله تلعب رغم ان هي كانت ممكن تنسحب وتتعرض لعقوبه، وقال لهم واثق في فريقه ان احنا هنرجع. وفعلا يعني مش هقول لك على الهدف بس اللي سجلوه ده، كانوا كمان لونا بونو كانوا ممكن يخسروا 6 ولا 7. اللي شاف بونو النهارده هو اللي اعترض السنغال. غير كده السنغال الماتش بتاعها. فالراجل كان واثق في فريقه. الراجل بيشارك في الهجوم والدفاع. ساديو ماني قائد بمعنى الكلمه. مش خليناش بنقول بقى. اللقطة دي هي نقطة تحول المباراة وسبب في فوز السنغال ببطولة افريقيا. لما حكم المباراة نادالا حسب ضربة جزاء للمغرب في الدقيقة الأخيرة ولاعيبة السنغال اعترضوا وبابي ثياو مدرب السنغال سحبهم كمان قال لهم مش هنكمل المباراة. اللعيبة كانت معترضة أكتر على الهدف اللي ما اتحسب لهمش قبل احتساب ضربة الجزاء، الهدف اللي الحكم حتى ما رجعش فيه للفار. ولكن ساديو ماني وقف في لقطة ستخلد في تاريخ البطولة وقال للاعيبته علينا أن نعود ونلعب كرجال. بعدها ابراهيم دياز ضيع ضربة جزاء مش هينساها طول تاريخه لدرجة إنه ما قدرش يكمل المباراة وخرج على طول علشان بعدها بابي جاي لاعب منتخب السنغال يطلق صاروخ القضيه في نجم المباراه الاول ياسين بونو علشان يحصد لاسود الترنجة البطوله الثانيه ليهم تاريخيا. يبقى اقسم بالله يا ملك انا فخوره انك نيمتني معيطه 3 مرات ورا بعض. ليكوا الشرف يا مصريين ان هذا الرجل الاسطوره نيمنا معيطين 3 مرات ورا بعض. كلمات ساديو ماني بعد ما هذا ذكر اقسم بالله الراجل ده اسطوره. بعد المهزله التحكيميه وقرر ينسحب بهذا المندي العظيم واشاراته. ساديو ماني قال لهم عودوا علينا نلعب كالرجال. والله العظيم ما في رجال احلى من كده. اقسم بالله السنغال رجال ولادنا قدها ورجاله. والله اقسم بالله بعيدا عن اي حاجه اول مره اشوف فرقه رجاله كده. فرقه عندها عزيمه، فرقه عاوزه تعمل حاجه، فرقه مش همها هي بتلعب في ارض مين. عندهم هدف، عادوا ولعبوا كالرجال فعلا. اقسم بالله 1000 مليون مبروك للسنغال ولاعيبه السنغال الرجال. بعد ما انسحبوا القائد ساديو ماني عارف ان هيتعمل عليهم عقوبات كتيره. لهم علينا ان نعود ونلعب كالرجال. عارف معنى كلمه قائد. القائد اللي من غير شاره مش محتاج شاره كابتن. هو ده القائد. واخدين بالكم؟ هو ده اللاعب القائد، هو ده اللاعب المحترف، وهو ده معنى كلمه محترف. اقسم بالله يا بخت السنغال بساديو ماني ان هي عندها لعيب قائد ويعني وشجاع وعارف مصلحه بلده وبيلعب وما بيبخلش على بلده بنقطه عرق.
والله يا ماني يا بخت السنغال بيه. رسميا منتخب السنغال يفوز بكأس افريقيا، ولكن الفكره مش في الفوز، الفكره في طريقه الفوز. قابلتش بصراحه في حياتي يعني شخص سنغالي، بس انا متاكد ان هو بيعيش اسعد لحظات حياته دلوقتي. فكره ان الكره تضحك لك بعد ما كان في لحظه من اللحظات انت بره البطوله بسيناريو ولا اغرب في الدنيا، عشان لعيبتك ومدربك، وطبعا هندي كريدت لساديو ماني، بس لعيبتك ومدربك وحارس المرمى كلهم ينسحبوا وخلاص هتخسر البطوله. ضربه جزاء الصراحه هي مش حقيقيه، واي مغربي هيبقى شايفها مش حقيقيه، وانا عارف انا بقول لك عشان يخش ابراهيم دياز يشوط اغرب ضربه جزاء انا شفتها في حياتي، يعني زين الدين دياز حرفيا. الراجل بتشوط بانينكا في الدقيقه 95 في نهائي افريقيا، الراجل اللي كان عامل افضل بطوله في حياته الكرويه، والناس قعدت تقول ده هيرجع ريال مدريد نجم. من اول ماتش في دور المجموعات لحد النهائي هو نجم المنتخب وواخد السوكسي وواخد اللقطه كلها، عشان سبحان الله في لحظه في كلمه في شوطه في كوره كل ده يتحول للاعب هو ممكن يعتزل دولي عادي. تفضل كره القدم كل مره تفاجئنا بسيناريو.